السادة محبي الدوري المصري، أهلا بكم. ماتش بعنوان أحمد عبد الرؤوف مفيش وقت للخوف. رغم الظروف اللي مر بيها في المباراة من إصابات، ورغم الظروف اللي كانت قبل المباراة ورحيل المدير الفني وظروف نادي الزمالك، إلا إن الزمالك كسب 3-1، قدر ياخد 3 نقط بمستوى جيد. هنقدم لكم حلقة تحليل مختلفة، هنقول الكلام اللي كل واحد فيكم كان عاوز يقوله بعد المباراة. يلا بينا على التحليل. أسباب خسارة طلائع الجيش: أول حاجة، طلائع الجيش بعيد، لعبته بعيد عن بعض، ما بينقلش 4-5 نقلات، ما بتكملش هجمتهم. تاني حاجة، ما عندهمش إنهاء للهجمات، يعني بيعملوا بناء للعب وتطوير لمرحلة الهجمة، ونيجي عند تطوير مرحلة الهجمة أو الإنهاء بتتقطع منهم الكورة أو ما بتكملش. 3، غياب جماعية الفريق بيلعب بشكل فردي، وخصوصا محمد هاني اللي كان تقريبا بيلعب لوحده. طول الشوط الاول كان بيعتمد نادي طلائع الجيش على المساحات اللي فاضيه ورا بنتايج وناصر ماهر. الناحيه الشمال لنادي الزمالك كانت فيها مساحات فاضيه كتير، وكان بيستغلها طلائع الجيش وراح باكتر من كوره من الناحيه ديت. الهدف جه من ضربه ثابته لنادي طلائع الجيش في الدقيقه 80. معانا بعض الحالات الهجوميه اللي كانت من ناحيه اليمين، استغلال المساحات اللي كانت ورا بنتايج وما استغلهاش صح فريق طلائع الجيش، مجموعة من المساحات والتحركات اللي كانت مفروض تحصل، وبرضو التمركزات الغريبة كانت لدفاع نادي الزمالك. دي كانت يمكن أخطر كورة حصلت في المباراة لطلائع الجيش، المساحة اللي فضيت لكن ما تمش استغلالها. أسباب فوز نادي الزمالك النهاردة: أول سبب، الزمالك خطف الماتش أول 5 دقايق بهدف الرايق ناصر ماهر. تاني سبب، الزمالك كان فاتح اللعب وبيلعب ويمرر الكورة في كل الخطوط بمهارة. الزمالك عنده كل خط من خطوطه لاعب او 2 بيعرفوا يستلموا الكورة تحت ضغط ويسلموا الكورة بشكل مهاري. يعني مثلا في خط الدفاع هتلاقي عمر جابر وبنتايج واسماعيل بيعرفوا يمسكوا ويسلموا الكورة بسهولة ويبنوا لعب. خط النص حدث ولا حرج، السعيد وناصر ماهر ودونجا. خط الهجوم الدباغ والفينا ربنا يشفيه وشيكوبانزا. الفكرة ان الفريق لما بيلعب خطوط متوازنة ومتقاربة وفي تفاهم وتنسيق بينهم، شكل اللعب بيبقى حلو. كمان وده الاهم، بيعتمد على الفرقة اللي بتلعب قصاد نادي الزمالك. يعني لو فرقة بتلعب قصاد نادي الزمالك ما بتعملش بلوكات وفاتحة اللعب وبتلعب لعب مفتوح وسريع، الماتش بيبقى حلو وبتلاقي فيه فنيات كتير. 3، ثنائية رؤوف الجديدة، انا اسميها كده ثنائية رؤوف الجديدة، فتوح وبنتايج. جابها شمال خطيرة، مهارة وسرعة ولعب واوفرات. خلي بقى شيكوبانزا يلعب ناحية اليمين خلاص. رابع سبب، لاعب اسمه ناصر ماهر الرايق. معانا هدف لنادي الزمالك، مساحات فاضية كتير في دفاعات الجيش، تحركات الثنائي الرائع بنتايج وفتوح، وجون للرايق ناصر ماهر. الجون التاني جون في رؤية للمساحات اللي فاضية ومهارة من فتوح، عمل شيب كده حلو قوي لبنتايج. الرفعة بالتايمنج الرائع العديل. دقيقة 19 الفينا واقف في الملعب وقفة غريبة، دي كانت قبل اصابته ب5 دقايق. رأيي الشخصي ان احمد عبد الرؤوف لعب مباراة جيدة، مدير فني جريء رغم كل الظروف، رغم ظروف المباراة نفسها اللي اتصاب فيها لعيبة مؤثرين عنده، الا انه قدر يدير المباراة واستغل مهارات ناصر ماهر وبنتايج وفتوح والسعيد في انه يطلع بالمباراة وياخد ال3 نقط. الشوط الاول الزمالك لعب اول 5 دقايق في المباراة جاب منها هدف، واخر 5 دقايق في الشوط الاول، والشوط الثاني لعب في حدود ال 30 دقيقة. بس كل الاوقات دي قدر يستحوذ على الكورة وقدر يعمل هجمات فعالة جاب منها 3 اهداف. كل مركز من مراكز كرة القدم وليه مواصفات وادوار. انا بتكلم هنا عن ادوار وصفات مركز قلب الدفاع او السيرد باك. المواصفات البدنية انه يكون لاعب طويل وقوي عشان الالتحامات. اما المواصفات الفنية فلازم يكون اللعيب عنده توقع لحركة المهاجمين، وعنده التايمنج مظبوط في قطع الكرة واستخلاص الكرة، ويعرف يضغط على المهاجم امتى ويعرف يطلع على الكرة امتى،
ويعرف يمسك امتى ويتكلم مع الخطوط اللي حواليه، واهم حاجه يعرف يباصي الكوره ويطلع ويبني لعب. انا هنا كلامي عن المواصفات الفنيه اللي مش موجوده في سيرد باك او قلب دفاع نادي الزمالك حسام عبد المجيد. كابتن حسام عبد المجيد في كل ماتش بيعمل بتاع 4-5 كورات ميس باص بشكل غريب، بينتج عنه هجمات عكسيه ممكن تسبب لنادي الزمالك مشاكل وتغييرات لنتائج. سؤالي للساده المشاهدين، هل الفينا كان مصاب او نزل مصاب؟ لان في الدقيقه 19 انا شفته نزل كان ماسك رجله، بعديها ب5 دقائق او 10 دقائق اتصاب فعلا. اجاباتكم معايا في الكومنتات. ده كان تحليل ماتش اليوم. لو الفيديو عجبك رجاء لايك وشير، واستنوني في تحليل جديد ان شاء الله.